بفضل الله النهاردة هنوريكم تشكيلة غرف انترهات وصالونات وأوض نوم. خليكم معانا لنهاية الفيديو، وأهم حاجة تصلوا بينا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنوريكم انتريه مودرن جميل جدا، وخليكم معانا لنهاية الفيديو عشان برضه هنوريكم فيهم تصميمات مميزة. زي ما انتوا شايفين ده انتريه كله قماش سيزر. زي ما انتوا شايفين نظام خياطة في القعدة، سفنج كثافة عالية، مطعم بالاستانلس. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى نظام مكلف عن ان هي الرجل تتعمل خشب، فطبعا التصاميم دي بتبقى مكلفة. تمام. وزي ما انتوا شايفين النهاردة في زيادة جامدة في الخامة وفي الشغل، مش بايدينا والله. يعني اللي يجي يسألنا على غرفة مثلا معينة مش بايدينا، هي الخامة، الخشب الزان، الخشب السهل قبل كشف السهل الروسي، الحاجات دي كلها جاية مستوردة. حتى القماش، حتى المقبض، الحاجات دي كلها بتيجي من بره. احنا علينا احنا بس بنجيب الخامة وبنصنعها في الحاجة النظيفة اللي احنا بنتكلم فيها. انما في ناس بتقدم شغل فايبر. الفايبر ده لو هو اتعمل بيه الشغل، يعني ممكن تجيب اوضة ب20، تجيب اوضة ب15 فايبر. بس بقى دي حاجة تانية غير الشغل اللي احنا بنقدمه. دي بس معلومة حبيت اقدمها في اول الفيديو. نرجع للطقم اللي احنا بنقدمه النهاردة. الطقم ده مكون من كنبتين واتنين فوتيه. زي ما انتوا شايفين الفوتيه يعتبر اتنين فوتيه راكبين في بعض. القماش بتاعه قماش حاجة بسم الله ما شاء الله، اعلى من الجلد المقلوب. بقى قماش سيزر ده بيبقى قماش خامة تانية زي بترصف كده. طبعا الاتنين فوتيه مختلفين، واحد بترول وواحد بيج، عشان في كنبة بترول وفي كنبة بيج. فاحنا عاملين الطقم كوكتيل. اما يتفرش حوالين بعضه بيبقى حاجة بسم الله ما شاء الله مميزة جدا. وده طقم تاني برضو موديل مميز برضو بالالوان بتاعته، وداخل فيه التطعيم الاستانلس. تمام. القماش زي ما انتوا شايفين، انا بحاول اقرب لكم. يعني قماش الرسمة بتاعته جميلة مع التصميم الاستانلس. فالطقم مميز جدا. غير اما انتوا لو حضراتكم شرفتونا ان شاء الله في معرضنا سمير الشناوي في دمياط، بتشوف الشغل على الطبيعة. واللي عاوز يجيب 10 نجارين وهو جاي يشرفنا، بس اهم حاجة النجار يبقى عنده ضمير وما يبيعوش في محل تاني. دي نقطة بنركز عليها. انما الشغل النضيف بيبان وهو في الفيديو. يعني لو واحد يعني بيفهم في الاساس او كده وشاف فيديو هيعرف ان الشغل ده باين صناعته نضيفة. غير اما انا اشوف فيديو في حتة تانية اعرف ان الصناعة بتاعته بتبان من الفيديو. تمام. وزي ما انتوا شايفين الظهر بتاع الكنبة كله برضو شرايح ستانلس. والخياطة زي ما انتوا شايفين دي خياطة مكان ليزر، بتتعملش يدوي. فالتصميم بيبقى كله سفنجات. تمام. والخشب الزان مع الاستانلس، كل دي تصميمات بتدي فخامة للطقم زي ما انتوا شايفينه. والاتنين بتوعهم معمولين برضو بنقشة رسمة قماشة تانية مع الطقم. لما بيتفرش حوالين بعضه بيبقى حاجة بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة وتقولوا لنا رأيكم. واللي اول مرة يشوف صفحتنا، موجود على الصفحة الاساسية تشكيل كبير جدا من نوم وسفر وصالونات وانترهات. فلو اي حد مهتم بالاساس المنزلي يتابع صفحتنا، وان شاء الله كل يوم بنقدم لكم حاجات جديدة. والاسعار احنا في حاجات كنا عاملين عليها عروض موجودة، وفي حاجات ان شاء الله هننزلها ونعمل عليها برضو عروض. تابعونا وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وزي ما انتوا شايفين ده النيش برضو بيتعمل منه نيش وترابيزة، وموجود فيه نيشات فردانيات، وفي سفر. بتبقى السفر بتبقى عبارة عن بوفيه واتنين نيش وترابيزة بستة كرسي. للعلم برضو ان لازم تعرف ان السفرة بتتكلف اكتر من اوضة النوم دلوقتي.
من ناحية ايه؟ عشان بيجي لها الكراسي بتاعتها وبيتعمل فيها شغل، والازاز بتاعها اكتر من اوضة النوم. تمام. والتشطيبات بتاعتها اكتر من اوضة النوم. دي معلومة بس انا حبيت اعرفها لكم، عشان في كتير بيسأل ليه السفرة غالية. فهي السفرة غالية عشان ازازها كتير، تنجيد الكراسي، التفاصيل بتاعتها بتبقى اكتر من اوضة النوم. تمام. فاحنا الوقت بقينا بنعمل نيش بترابيزة. لو حد مش عاوز البوفيه، فالسعر بتاعه بيبقى مظبوط وحاجة مميزة. تمام. وان شاء الله لو اي حد عنده استفسار يبعت لنا في تعليق على الفيديو واحنا بنجاوبه عليه، او يبعت لنا على الواتس على نفس الرقم ده. زي ما انتوا شايفين دي اوضة نوم شباب اطفال، موجود منها المقاس الصغير وده المقاس الكبير اللي احنا بنوريه لكم، وموجود منها النوم الكبيرة. يعني موجود منها 3 انواع. فان شاء الله اللي يعجبه اي موديل ياخد سكرين من الفيديو ويبعت لنا على الواتس، واحنا ان شاء الله بنوضح له كل التفاصيل اللي هو عاوزها. والصفحة طبعا اللي اول مرة يشوف صفحتنا عليها تشكيل كبير جدا غير الفيديو اللي احنا بنعرضه حاليا. وزي ما انتوا شايفين الدولاب الكبير ده دولاب مساحته 2 متر 3 ضرفة. في دولاب منه الصغير بيبقى 2 ضرفة، والدولاب الكبير بتاع العرايس بيبقى في حدود 270، برضو بيبقى 3 ضرفة بس المقاسات بتختلف. وزي ما انتوا شايفين ده الاتنين سرير 120 في 2 متر الطول. ودي التسريحة بتاعتها برضو نفس تسريحة اوضة النوم الكبيرة بالظبط، بس ده على المقاس الصغير. دي تبقى 2 درج، والاساسيات بتبقى خشب زان، وزي ما انتوا شايفين مطعمة بالتنجيد من الداخل. فهنوريكم برضو تصميم تاني مقاسه صغير. يعني المقاس اللي احنا بنوريكم الوقت ده مكون من 2 سرير فيهم اضاءة ليد. اي شغل احنا بنقدمه على الصفحة بتاعتنا، اي شغل بنقدمه على الصفحة بتاعتنا كله ابلكاس سه او اي ميزان دهان ديكو فرن. طبعا في معارض لازم تسألوا في النقطة دي، في معارض بتعرض شغل فايبر، يعني كل الأوضة بتبقى فايبر. فانت لازم لما تيجي تسأله تقول له الأوضة دي فايبر ولا سه. دي معلومة لازم تسأل أي معرض، تقول له الأوضة دي فايبر ولا سه كلها. وساعات بيبقى فيه فايبر داخل في سه. أنا بالنسبة للشغل بتاعنا بإذن الله كله سه، أعلى خامة وأوايم ميزان الأساسيات. أنا حبيت النهاردة أوضح لكم شوية تفاصيل في الشغل، ويا رب أكون فدتكم، وشكرا على المتابعة.